السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نبذه صغيره او قصه صغيره عن تاريخ او قصه حياه الاميره فوزيه. طبعا الاميره فوزيه تعتبر من اجمل بنات الملك فؤاد واكبرهم عمرا. هي اكبر اخوات الملك فاروق. اتولدت سنه 1921 ميلاديا في قصر راس التين في الاسكندريه. اتقنت اللغه الفرنسيه واكملت دراستها في انجلترا. في البدايه اتقدم لها محمد رضا بهلوي وهو الامبراطور الايراني ابن شاه ايران، ولكن الملك فاروق رفض الزواج. ولكن بعد كده بعد إلحاح وإقناع من علي ماهر باشا في إقناع الملك فاروق بضرورة زواج الأميرة فوزية من إمبراطور الإيراني لما فيه من فوائد سياسية هتعود على مصر، من ضمنها هو استعادة مصر مركزها السياسي في العالم العربي والعالم الإسلامي خاصة في الوقت ده، وهو زواج السنة من الشيعة، بما أن الأميرة فوزية تمثل السنة ومحمد رضا بهلوي يمثل الشيعة. وحصلت الخطوبة سنة 1938 ميلاديا، وبعدها بسنة حصل الزواج سنة 1939 في قصر عابدين. كان حفل ضخم وفخم، وكان بيقولوا عليه حفل أسطوري للأميرة فوزية. حضروا كبار رجال السياسة والأمراء والدبلوماسيين الأجانب. وبعد الحفل اصطحب الملك فاروق العروسين لزيارة المسجد الأزهر ومعالم القاهرة الأثرية والأهرامات. وبعدها بتاني يوم توجه العروسين إلى طهران عشان يبقى في حفل تاني هناك في القصر الإيراني. ولكن للأسف إن الزواج ده ما طولش أو ما كملش الأبعد من كده، بسبب دخول الأميرة فوزية في حالة من الاكتئاب والحزن، بسبب سوء معاملة حماتها ليها، بسبب عدم إنجابها لولي العهد، رغم إن في الوقت ده الأميرة فوزية كانت أنجبت فتاة صغيرة كان اسمها شاهيناز. هي كانت بنتها الوحيدة من محمد رضا بهلوي. وبعد كده تأكدت وعرفت الأميرة فوزية بسبب دخول زوجها شاه إيران في علاقات نسائية وجنسية مع سيدات المجتمع الإيراني وفتيات في القصر. واللي زاد الطين بلة واللي خلى إن الزواج ما يكملش هو إن طلعت إشاعات على الأميرة فوزية إنها دخلت في علاقة حب، في علاقة رومانسية مع مدربها الرياضي الخاص. لأن الأميرة فوزية في الوقت ده كانت واخدة الطابع الأوروبي، عكس تماما فتيات ايران في الوقت ده. كانت الاميره فوزيه بتحب السباحه والرياضه وركوب الخيل، كانت اميره بمعنى الكلمه. لكن في الوقت ده معظم البنات في ايران كانوا مش عندهم الحريه اللي كانت عندها الاميره فوزيه، او ما عندهمش الثقافه اللي كانت عند الاميره فوزيه، رغم اصلا الاميره فوزيه زي ما قلنا قبل كده ان هي تربيه الاوروبيين، تعليمها تعليم انجليزي وبتتكلم فرنساوي، عكس تماما بنات ايران في الوقت ده، واللي كانوا يعني كان في تزمت شويه او كان في حفاظ ان ما ينفعش البنت تعمل زي ما الاميره فوزيه كانت بتعمله في الوقت ده. فده اللي خلى ان حماتها تعاملها بمعامله سيئه. وبعد كده طلبت الاميره فوزيه انها تاخد اجازه قصيره تزور فيها مصر وتشوف اخوها الملك فاروق وامها الملكه نازلي، وبالفعل نزلت مصر. وبعد ما حكت لهم عن اللي حصل لها وانها مش مبسوطه في علاقتها الزوجيه، امر الملك فاروق بطلاق اخته من محمد رضا بهلوي. وبالفعل حصلت الاميره فوزيه على الطلاق، واستغنت عن بنتها شاهيناز اللي اتربت بعد كده بعيد عنها. ولكن ما كانش ده الزواج الاخير او ما كانتش العلاقه الرومانسيه الاخيره للاميره فوزيه، لانها بعد كده دخلت في علاقه غراميه مع اخر وزير حربيه في عهد الملك فاروق، واللي كان اسمه اسماعيل شيرين، وكان هو اخر وزير حربيه قبل ثوره 1952. ده كده نهايه قصه الاميره فوزيه او نبذه صغيره عن قصه الاميره فوزيه. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.